ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو النهارده بيتكلم عن الحاجات اللي انا اشتريتها من H&M امبارح. للناس اللي ما تعرفش، المفروض ان في اوفر في H&M بتشتري حاجتين وبتاخدي التالتة هديه على المحل كله. يعني لو التالتة ب1000 جنيه ما بتدفعيش ال1000 جنيه اصلا. فده اوفر حلو يعني. عايزه اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها امبارح ويلا بينا نبتدي. طيب اول حاجه انا اشتريت الشوز دي من H&M. عايزه احكي لكم حكايه الشوز دي. الشوز دي المفروض ان انا كنت شفتها السنه اللي فاتت في H&M، كانت عجباني جدا. بس كان المشكله انه يعني البنات خلصوا مقاس 37، فما كانش فيه غير مقاس 38 و39 و40. فالمهم كنت كل شويه اروح المحل اسالهم مقاس 37 جاي، يقولوا لي لا مش موجود او كده. ففضلت فتره كل شويه اروح فمش بلاقي المقاس وكده، فخلاص فقدت الامل. ويمكن لما كنت بلاقي مثلا بنت بتتصور بيها وتنزلها على الفيسبوك، اللي هو بعد ابص للصوره يعني اللي هو ماشي ماشي يا عم حقك كده، يعني فاهمين يعني. بعد كده خلاص نسيت قصه الشوز دي وكده. فلما لقيتها في السنه دي نزلت في الشتاء في H&M فرحت وانا عارفه، يعني انا عارفه ان هي مش شوز يعتبر جديده، هي يعتبر نازله موديل السنه اللي فاتت يعني. بس انا كنت عايزاها جدا، وكنت يعني كنت شايفه ان هي يعني هي هتليق على حاجات كتير قوي عندي، فانا اشتريتها. فدي من اول، يعني ده اول ايتم في الثلاثه بتوع الاوفر اللي انا اشتريتها. انا مش هقول لكم سعرها علشان يعني ما تشتمونيش على الصفحه، عشان ما الاقيش سب ابدال في الصفحه، فيعني عشان ما حدش يزعل او كده، فانا مش هقول لكم سعرها. لو عايزين تعرفوا سعرها ممكن تلاقوه في المحل. الحاجتين التانيين بقى اللي انا اشتريتهم، اشتريت جاكيت سبورتيف. هو تقيل على فكره، هو تقيل من جوه، وفي برضه فتحه للايد حلو قوي، وهو كابشو يعني. واشتريت برضو، يعني انا هحطه لكم برضو الجاكيت التاني في شماعه علشان يبقى شكله باين. والتاني برضو سبورتيف بس اسود بقى ساده خالص، مفيش فيه اي حاجه، وشتوي برضو تقيل، يعني هو تقيل من جوه وبرضو في فتحه كده. الجاكيت الواحد ب 430. فانا لما اشتريت الجاكيتين مع بعض يعني الثلاثه مع بعض، فبيعتبر الجاكيت خدته هديه، فيعتبر الجاكيت وقف عليا ب 215. يعني ده ب 215 وده ب 215 سبورتيف H&M تقيل بالنسبه لي، يعني ان الجاكيت يبقى بالسعر ده حلو جدا. فهي دي الحاجات اللي انا اشتريتها امبارح، ما اشتريتش اكتر من كده، عشان كده كفايه. ويعني انا فعلا لسه اتعالج من حوار الشراء ده، فكده كويس. يعني انا كده مش هشتري تاني خلاص. لو قلت لكم ان انا اشتريت تاني يعني ما تكلمونيش اوكي. فيا رب اكون افدتكم، ولو في حاجه عجبتكم وعايزين تشتروها الحقوا، عشان الاوفر ده معرفش هيفضل لغايه امتى. واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.